يبدو أنها توفرت لديها من داخل الجلسة المنعقدة. كريمة، هل تسمعينني؟ نعم منى، تفضلي. نعم، هل لديك أي أخبار من داخل الجلسة عن تفاصيل تم الحديث عنها أو تطورات جديدة؟ نعم منى، بدأت الجلسة مباشرة بعد وصول الرئيس السابق والمتهم الرئيسي في قضية قتل المتظاهرين إلى مكان مقر المحاكمة. بدأت الجلسة فور بدئها تم الاستماع إلى الشاهد الثامن، شاهد الإثبات الثامن في هذه القضية. الحقيقة هذا الشاهد أدلى بتصريحات مهمة جدا وخطيرة جدا، حيث أنه أكد أن كان هناك اجتماع في وزارة الداخلية وعلى مستوى قيادات عليا. هذا الاجتماع أسفر عن العديد من القرارات. سأبرز لك مجموعة من الأسئلة التي وجهتها المحكمة لهذا الشاهد، وهو عصام حسني مقدم في الأمن المركزي. سألوا القاضي ما الذي توصلت إليه من قرارات أو ما الذي توصلت إليه من قرارات في هذا الاجتماع. قال أن يوم 27 ظللت في الاجتماع حتى الساعة 9 مساء، وكان هناك تخوفات أن هناك حدث جلل يحدث يوم الجمعة. سألوا القاضي ماذا كان تنبؤك عن هذا الحدث الجلل. قال ثورة شعبية كبيرة أو مظاهرات أو انتفاضة لم يسبق لها مثيل في مصر. هل تعلم ما أسفر عنه هذا الاجتماع من قرارات؟ أجاب نعم. وما هي؟ قال وجود خطة أمنية لمنع تظاهرات يوم الجمعة 28 يناير بأي طريقة. أكرر هذه الجملة أو هذا اللفظ الذي ذكره الشاهد، بأي طريقة، واتخاذ تدابير وإجراءات قبل في وزارة الداخلية. سأله القاضي على الفور ما الذي يدل عليه ذلك. أجاب يعني أمور وإجراءات أمنية أنا خلال 19 سنة من خدمتي ما شفتهاش ولا قرينا عنها. حدد ما يمكن اتخاذه من إجراءات وفق تصورك بأن ليس لها مثيل أو أنها لأنك لم تعيشها من قبل. أجاب الشاهد أولا إخفاء سيارات الشرطة غير المعنية بمعاينة الأحداث يوم الجمعة، وكان من بينهم عربات الإدارة العامة لشؤون المجندين اللي هي سيارات الأمن المركزي والتي تم نقلها إلى مقر الأكاديمية، وعربات مكتب الوزير كما سمعت من السائقين. اثنين استدعاء جميع الضباط الذين تركوا قطاع الأمن المركزي خلال السنة السابقة وانتدابهم لقطاع الأمن المركزي للخدمة يوم الجمعة 28 يناير. ثلاثة استدعاء سيارات بوكسات وبيك اب لخدمة يوم الجمعة لتعزيز قوى الأمن المركزي. أربعة ودي مهمة يا منى، قطع الرسائل عن التليفون المحمول بدءا من عصر يوم الخميس. 5 قطع الانترنت للتليفون المحمول. هذه كانت ابرز تصريحات او ابرز الشهادات اللي ادلى بها الشاهد الثامن. حتى وجودي داخل مقر الجلسة منى للاستماع يعني ذهبت سريعا لأدلي بهذه التصريحات العاجلة وسأعود لاستئناف باقي الشهادة. نعم، شكرا لك كريمة. شهادة مهمة جدا تحوي الكثير من